النهارده فيديو جديد عن المنتجات اللي المفروض نقطعها الداعمه للكيان اللي ما يتسماش اس، وهنتكلم النهارده عن بدائل افضل كجوده وسعر. بما اننا داخلين على الشتاء وزي ما احنا عارفين ان قشره الشعر بتعبر عن نفسها بقوه وشراهه، ففيديو النهارده هيكون خاص بمنتجات قشره الشعر اللي المفروض نقطعها وايه المنتجات البديله. المنتجات اللي المفروض نقطعها هو منتج هيدن شولدرز ومنتج كلير. المنتجات دي اصلا كانت شديده جدا على الشعر وكانت اضرارها اكتر من فوائدها. المنتجات البديله اللي معانا هي منتجات طبيه اثر ضررها على الشعرايه يكاد يكون حاجه لا تذكر، لان زي ما احنا عارفين ان منتجات القشره دايما عاده عشان نتخلص من القشره بتخلص معاها من طبقه الزيوت والدهون اللي هي المفروض تغذي الشعرايه، فبينتج عنه ان الشعر بينشف جامد جدا. وبدخل بعدها في قصه ان المفروض اعالج الشعر المتضرر من علاج القشره ده. المنتجات اللي معانا النهارده هي اكتر من منتج، زي ما قلت لكم هيكون متوفر معانا بدائل كتيره، مش مجرد منتج مجبرين عليه وخلاص. اول منتج معانا هو منتج سيلينجينا، ثاني منتج معانا هو منتج من شركه انفينيتي داندل، ثالث منتج معانا هو منتج سيلينكس، رابع منتج معانا هو منتج داكو، خامس منتج معانا هو الكرالا لوشن مع اوكسيدان. اغلب المنتجات دي مشتركه في ثلاث حاجات: ان هي هتعالج القشره، ثاني حاجه ان هي هتخلصني من الزيوت الزياده وخلايا الجلد الميته اللي موجوده في الشعر، مش هتسيب ضرر كبير زي ما كان حاصل من منتجات المقاطعه اللي احنا المفروض نقطعها، لان هي هيكون فيها مواد ترطيب. هتعالج عن طريق ان هي فيها مواد فعاله هيقتل الفطر المسبب للقشره، هتخلصني من الخلايا الكتيره الموجوده في الفروه. رابع حاجه هترطب لي لان اغلبها فيها حاجات طبيعيه زي البنثينول، زي زيت شجره الشاي، زي زيت الزيتون ومنتجات تانية كتيره هترطب. وعشان تشوفي نتيجه مرضيه ليكي المفروض تستخدميها صح. الاستخدام الصح ان انا هستخدمهم مرتين في الاسبوع او ثلاثه، هحطهم على فروه مبلوله وابتدي احطهم في الفروه نفسها واقعد اعمل زي مساج كده في الفروه من مده لثلاث او اربع دقائق، وبعد كده ابتدي اشطف الشعر كويس جدا. يفضل بعد استخدام الشامبو ان انا استخدم بلسم حاجه ترطب على الشعر. وكمان مهم جدا ان انا اواظب على استخدام الشامبو، مش معنى ان انا شفت النتيجه ان انا اوقف، حتى لو شفت النتيجه كانت مرضيه يفضل على الاقل ان انا استخدمهم مره واحده في الاسبوع بالتبادل مع نوع الشامبو اللي انا هستخدمه فيما بعد. وبكده يكون كلامنا خلص النهارده عن المنتجات اللي المفروض نقطعها. وزي ما قلت لكم احنا ذكرنا بدائل كتيره وفيها مميزات كتيره عشان بس احساس عقده الخواجه اللي جوانا نتخلص منه، لكن كده كده حتى لو ما كانش فيه بدائل احنا مضطرين نقاطع لان المقاطعه واجب علينا.